تعالوا نعمل مع بعض اختراع كده يا جماعة خطير، ولا انتوا عارفين هو فطير ولا جلاش ولا ايه؟ المهم ان هو بيتحضر في دقايق وطعمه تحفة. بعمل لكم حشوة مميزة جدا بجد، انتوا لو جربتوه هيعجبكم جدا. ينفع بقى فطار عشاء حاجة كده جنب الغدا، بجد بيفتح النفس جدا وتحفة. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. جيب السوسيس اللي هو فيه 6 قطع ده، وهقطعه دواير كده بسمك متوسط. وبعد كده هجيب طاسة على نار متوسطة، احط فيها معلقة صغيرة من الزيت وبصلة متوسطة متقطعة صغير وملح وفلفل اسود، وهشوحهم مع بعض كويس جدا لحد ما البصلة تدبل. بعد كده هنزل بطماطمايه متوسطة انا مقشراها مقطعها صغير قوي، وقرن فلفل حامي ممكن تحطوا بداله رومي. وبعد كده هنزل بقى بالسوسيس اللي انا قطعته، هشوحهم مع بعض كويس جدا. عايزه اقول لكم الخلطه دي تحفه يا جماعه، وبجد ريحته حلوه قوي. في الاخر بقى هضيف لهم 4 معالق كبار من الزيتون الشرايح، ممكن تستخدموا اخضر او اسود، الاتنين حلوين جدا. هشوحهم مع بعض كويس جدا، وهظبط بقى الملح وبس كده. الخلطه بقت جاهزه، ريحتها تحفه بجد يا جماعه، انتوا مش متخيلين طعمها حلو ازاي رغم سهولتها. هسيبها بقى على جنب تبرد خالص لحد ما اجهز ورقه الجلاش. هجيب بقى الجلاش اي نوع انتوا بتحبوه، هحط اول ورقه وبعد كده هدهنها بخليط من الزبده على الزيت. انا حطيت معلقتين كبار من الزبده السايحه على معلقتين كبار من الزيت. وبعد كده هحط الورقه الثانيه وبرده هدهنها بالخليط بتاع الزيت والزبده. وبعد كده هحط الورقه الثالثه، انا هستخدم 3 ورقات على بعض بس، وهدهنها برده. وبعد كده هحط بقى الحشوه بعد ما تكون بردت خالص، ما ينفعش نحطها وهي سخنه. احاول بس اسوي الحشوه كده واعملها على شكل مربع زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى هحط لها جبنه موتزاريلا، ممكن تحطوا ميكس جبن زي ما انتم عايزين. بعد كده هجيب الطرف ده هقفله كده بالطريقه دي، وبعد كده برده هدهن بخليط الزيت والزبده. وهجيب الطرف التاني هقفله بنفس الطريقه وبرده هدهن بالزيت والزبده. وبعد كده هقفله برده من الناحيتين التانيين. ومع كل قفله يا جماعه انا بدهن بخليط الزيت والزبده عشان ما يفتحش معايا. وبس كده بقى، ده بقى شكله بجد شكله تحفه. طاسه بقى هدهنها دهنه بسيطه قوي من الزيت، وهنزل بقى بالجلاش بتاعي كده، وهفضل اضغط عليه لحد ما ياخد لون من ناحيه، وبعد كده اقلبه الناحيه التانيه. الطاسه بتكون سخنه بس النار يا جماعه اقل شويه من المتوسطه علشان يستوي معايا ويورق ويبقى حلو قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين لونه تحفه ازاي، مقرمش جدا. اسمعوا بقى القرمشه. بس بقى هقطعه، بحب قوي اقطعه بالطريقه دي. تعالوا بقى نشوف من جوه الحشوه عامله ازاي. شايفين يا جماعه الحشوه بجد ريحته تحفه. بصوا بقى مورق من جوه وحلو ازاي، كان طري من جوه ومقرمش جدا من بره. والحشوه انا مش قادر اقول لكم الحشوه خطيره ازاي. احلى حشوه ممكن تعملوها ليه، وتقدروا تعملوا اي حشوات انتوا عايزينها، حتى لو هتحشوه بس بميكس الجبن كده والزيتون والفلفل الالوان برده هيبقى حلو جدا. هستناكم تجربوه وتبعتوا لي الصور. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.